بسجل لكم الحلقه دي وانا عندي برد مموتني والله، فما تركزش مع صوتي وركز مع المحتوى بتاع الحلقه. اهلا بيكم في حلقه جديده. من كام يوم كده حد عمل لي منشن في فيديو غريب، رجاله لابسين فساتين ومشغلين موسيقى غريبه ومعاهم طفل رضيع واقفين قدام تمثال على شكل بومه في حته كده شبه الغابه، وفجاه راس الطفل الصغير طارت وواحد من اللي كانوا قاعدين ضحك ضحكه مرعبه جدا. بعدها قررت ان انا ابحث ورا الفيديو ده عشان اعرف اتصور فين وايه اللي وراه، ولقيت ان الفيديو اتصور في حته اسمها البستان البوهيمي، واللي طلع حاجه ارعب بكتير من اللي انت متخيله، واللي بتجمع بين الماسونيه وعباده الشيطان وكل حاجه مش كويسه ممكن تيجي في دماغك. لو بتخاف بقى ما تكملش الفيديو ده. معاكم عمر ودي حلقه جديده مرعبه. اقسم بالله الواحد البرد مموته، يعني مش قادر اتكلم. فقبل اي حاجه بقى انزل اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله، واستحمل بقى صوتي ده، في حروف كتير هتلاقيها برده مش شغاله، فيعني ايه نراعي بعضينا. البستان البوهيمي مكان غريب جدا وعليه كلام كتير قوي وقصص كتير قوي بتدور حواليه، والمره دي بقى عن تجمع غريب بيحصل في شهر يوليو اللي هو شهر 7 تقريبا، والتجمع ده بيحصل كل سنه. عدد كبير جدا من اغنى رجال الاعمال في العالم والسياسيين وناس كبيره جدا لدرجه ان في منهم رؤساء للدول ولاعبين كره قدم ومغنيين معروفين واعلاميين كبار برضه بيسافروا لولايه كاليفورنيا وبيتجمعوا في مدينه سان فرانسيسكو في حاجه اسمها البستان البوهيمي او بوهيمينج جروف او الحديقه البوهيميه، سميها زي ما تسميها. هي عباره عن حديقه في نص غابات سكويا مساحتها تقريبا 2700 فدان، واشجار غابات سكويا ممكن نعتبرها اضخم واعلى شجر في العالم، لدرجه ان طول الشجره الواحده بيعدي ال 100 متر واكتر، وقطر الشجره او الجذع بتاعها ممكن يوصل ل 10 متر، والشجر ده موجود من الاف السنين، وده اللي بيمنع اي حد انه يصور المكان من فوق، لان حرفيا الشجر بيكون مغطي كل حاجه. بيقولوا ان الغرض من التجمع ده او الزياره دي هو الاستجمام والاستمتاع بالطبيعه لمده اسبوعين، ولسنوات طويله الاجتماع ده فضل لغز وسر كبير ملوش اجابه. يعني ناس غنيه جدا وعندهم ثروات كتير للدرجه دي هيسيبوا كل القصور بتاعتهم وحياتهم المرتاحه، هيتجمعوا عشان يقعدوا اسبوعين في خيمه في الغابه وكمان يناموا على الارض؟ بس برضه إدارة الحديقة مصممة تقول إن ده مكان للاستجمام ويبعدوا أي شبهات أو كلام بيتقال عن المكان ده. في نفس الوقت برضه المكان عليه حراسة مشددة جدا لدرجة إن هم عاملين سور وخندق، وأي حد بيقرب للحديقة وهو مش عضو فيها بيعرض حياته للخطر حرفيا. يعني كله كلام متناقض بصورة غريبة. إزاي استجمام واللي هيقرب من المكان هيموت؟ وأغرب حاجة في المكان ده إن ممنوع عليه دخول النساء برضه، يعني المكان ده للرجالة بس، حاجة غريبة. والأغرب برضه اشمعنى المكان ده تحديدا؟ يعني إيه اللي يخلي الناس دي تتجمع كده؟ على الأقل ممكن يكون في سبب واحد يجمع الناس دي كلها مع بعضها. يعني زي ما قلت لك رؤساء دول ووزراء وضباط شرطه، يعني مش سهل ان الناس تصدق ان ورا التجمع ده حاجه عاديه، واللي منهم الرئيس الامريكي السابق جورج بوش الاب والابن والرئيس الامريكي نيكسون. خلينا كده ناخد الموضوع واحده واحده ونفهم يعني ايه بوهيمي اصلا. الكلمه دي جايه من كلمه مدينه بوهيميا اللي في جمهوريه التشيك، واللي كان الغجر بيهربوا منها زمان لفرنسا، واللي منها برضو ظهر مصطلح بوهيمي، واللي كان بيقولوا الفرنسويين على الغجر اللي كانوا بيبقوا جايين هربانين. بوهيمي يعني غجري، واللي بيعتبرهم الفرنسويين اشخاص ما عندهمش عادات ولا تقاليد وما عندهمش ادب ولا بيلتزم بالاداب العامه. وواحده واحده الكلمه دي بدات تتقال على الفنانين زي المصممين والرسامين والشعراء والموسيقيين، واللي كانوا بيبقوا عايشين حياه غير نمطيه او حياه غير مرتبه، يعني كل يوم في حته وبحال شكل ومش بيدور على الفلوس، تحسه عامل عالم لنفسه. نقدر نقول عليه فنان بوهيمي. عشان كده برضه هتلاقي المعنى ده مربوط بالفقر والتشرد، واللي كان منتشر في اوروبا في نص القرن ال19، وانتشرت البوهيميه جدا لحد ما وصلت لامريكا، وبقى الموضوع موضه بين الفنانين والادباء، وظهرت تجمعات ونوادي خاصه بالبوهيميين زي النادي البوهيمي في سان فرانسيسكو اللي عملوا مجموعه من الصحفيين سنه 1872، واللي كانوا عباره عن اوضه كده بيتجمعوا فيها مع بعض، كل واحد عنده فكره بيعرضها على التاني. والموضوع اتطور وبدا يضم فنانين وموسيقيين كبار، وكان لازم نوسع النادي ونخليه حاجه كبيره كده تقدر تضم العدد ده كله. بس اصحاب النادي كانوا فقراء ومعهمش فلوس زي ما قلت لك، فقرروا ان هم يقللوا شروط الانضمام للنادي عشان يقدروا يضموا عدد من الاغنياء المهتمين بالفن واللي بيهم نقدر نمول النادي ونكبره. بس مع مرور الوقت الاغنياء بقوا هم المتحكمين في النادي كله، وبقى الفنانين حاجه كده موجوده وخلاص، مبقاش مرتبط بالبوهيميه غير اسمه وبس. وده اللي خلى الكاتب اوسكار وايلد يكتب عنه ويقول ان ما شافش في حياتي نادي بوهيمي شبعانين وشكلهم حلو زي رجال الاعمال. وسنه 1878 النادي قرر ان هو يكرم واحد من الاعضاء المؤسسين وهو هنري ادوارد الممثل
المسرحي بمناسبه انتقاله لمدينه نيويورك، واتعمل حفله كبيره جدا في احد الغابات في سان فرانسيسكو، وقعدوا الليله كلها بيغنوا وبيشربوا وباتوا في وسط الاشجار. الاعضاء بقى اللي حضروا الحفله قالوا ان هي كانت ليله ممتعه جدا، وبقى يكرروها سنه ورا سنه، ومع الوقت بقت عاده سنويه. وفي الاول كان اي مكان عشوائي ينفع، والموضوع ما كانش مرتبط بمكان محدد. لكن سنه 1893 اجروا حته ارض ليهم اللي هي الموقع بتاع دلوقتي للبستان البوهيمي، وبعد كده اشتروها سنه 1899. ومع الوقت بقى يوسعوا المكان اكتر واكتر ويشتروا كل الاراضي اللي حواليها لحد ما بقت مساحه البستان 2700 فدان، وبقى بشكله الحالي. كده تقريبا انا شرحت لك ايه تاريخ البستان ده وايه معناه. قوانين النادي بقى كانت اغرب حاجه ممكن تسمعها. مفيش حاجه اسمها طلب انضمام للبستان، يعني مهما انت كنت مين ما تقدرش تقدم طلب دخول، لازم يتم اختيارك من اعضاء النادي، يعني هم اللي بيختاروك مش انت اللي بتروح لهم. ركز في الحته دي كويس. بيبعت لك دعوه للانضمام، واي حد عادي ممكن يترشح للدخول، يعني مش ضروري ترشحك ياكد انك اتقبلت. ولازم العضو يكون راجل، والعضو اللي بيعدي عليه 40 سنه في النادي بياخد رتبه اسمها الحرس القديم، وبيكون عنده كرسي مخصوص بيه. ممكن تاخد معاك اي حد من قرايبك عادي، بس لحد الساعه 9 بالليل بس، وبعد كده لازم تمشيهم عشان بيقولوا ان في انشطه بتتم بالليل. ايه هي الله اعلم. وفي بعض العبارات كانت مكتوبه على البستان من بره، زي ان محدش يجي البستان عشان يعمل صفقه تجاريه او سياسيه، لان مش هيتم الالتزام بيها. بس عايز الفت نظرك لحاجه، صفقه مشروع منهاتن النووي كانت معموله جوه البستان، والصفقه دي اللي ادت لاختراع القنبله النوويه سنه 1942. يعني في مشاريع بتتم اهو، ومشاريع كبيره. قارن بقى الشروط دي مع شروط الانضمام للماسونيه، تقريبا نفس الحاجات والشروط. في مظاهرات كتير واجتماعات اتعملت عشان تنادي بكشف سر المكان ده، ومنهم جمعيات المساواه وحقوق المراه، لانهم كانوا شايفين ان التجمعات دي تحيز ضد المراه. شويه رجاله قاعدين مع بعض لازم يروحوا يبوظوا عادتهم وخلاص. هو المطبخ اثر معاكم في حاجه؟ المهم النادي ده فيه رجال اعمال وصناع قرار في العالم ورؤساء دول من سنه 1923، وانتشرت بقى اشاعات وممارسات عن حاجات بتتعمل جوه مش ممكن اي عقل يصدقها. وفي نفس الوقت كان في تصريحات غريبه بتتقال من ناس كانت منضمه للبستان تخليك تحس ان في حاجه غلط فعلا بتحصل جوه. مثلا الرئيس الامريكي هاربرت هوفر قال ان عدوده في النادي البوهيمي اهم واعلى من منصبه كرئيس لامريكا. وبرضه الرئيس ريتشارد نيكسون قال في مكالمه على التلفزيون ما كانش يعرف ان هي متسجله وبث مباشر، قال ان في النادي بيتم فيه اللي ما يقدرش اي عقل يتخيله. والرئيس كلينتون لما اتسال عن المكان ده رد وقال ان المكان ده بيروحوا الاغنياء بيقلعوا هدومهم قدام جذوع الشجر، وقالوا انه ما كانش بيروح النادي، بس اقترح على المذيع ان هو يروح هناك لانه هيلاقي الموضوع مفيد. وكان كلامه فيه سخريه من النادي، بس السخريه دي شكلها ما جاتش من فراغ. وكان في اعضاء سابقين وعمال في النادي قالوا ان هو بيتم اختطاف الاطفال وبيجيبوهم البستان عشان يعملوا عليهم طقوس غريبه. ومجموعه من الرجاله بيلبسوا فساتين وبيرقصوا رقصات غريبه برضه. وفي عهد جورج بوش الابن في ولد ظهر وموجود لحد النهارده على النت، قالوا ان هو تم اختطافه وهو صغير لما كان عنده 6 سنين، هو وطفلين تانيين، واتحبسوا على يد لورنس كين وبعض رجال الحزب الجمهوري الامريكي، وتم اغتصابهم من مجموعه من الرجاله الكبار في السن. وما وصل 12 سنه اخدوه تاني هو واحد معاه البستان برضه، وجابوا طفل صغير وفضلوا يدوسوا على دماغه لحد لما مات قدامهم، كنوع من انواع التعذيب النفسي، ورموا جثته في الغابه. نعدي بقى الكلام ده كله لان كله حكايات، ونركز في اللي جاي. لو انت بتخاف حلو عليك قوي كده ما تكملش الفيديو عشان اللي جاي عاوز قلب حلو. كان في صحفي اسمه أليكس جونز كان مهووس بالنظريات الغامضه، وقدر سنه 2000 ان هو يدخل البستان هو والمخرج معاه من غير ما اي حد يشوفه او يحس بيه، وقدر انه يصور كل اللي بيحصل في البستان بالتفصيل، مش مجموعه من الصور وخلاص بقى، لا ده صور من جوه فيديو صوت وصوره. وكانت المفاجاه مرعبه، مجموعه من الرجاله كانوا لابسين لبس الكهنه بيتجمعوا قدام تمثال شبه البومه وبيعملوا طقوس اسمها حرق الهواجس. والطقوس عباره عن عدد كبير من اعضاء النادي بيعملوا مسرحيه بلبس كهنه وفساتين غريبه قدام تمثال خرسانه على شكل بومه طوله 12 متر، وكلهم مولعين نار وفرقه بتعزف موسيقى مرعبه، ومقتنعين جدا ان البومه هي رمز الحكمه، عشان كده واخدينها هي رمز للنادي. وبحيره فيها مركب راكب فيه شخص ماسك صندوق صغير، والصندوق ده فيه جواه طفل، كانوا بياخدوا الطفل ده يحرقوه كقربان للبومه. بيقولوا ان عمليه الحرق دي بتمثل حرق الهموم للسنه الجايه. تعالى كده نشوف حته من الفيديو اللي اتصور.
اما انتشر الفيديو ده طلع البستان وقال ان دي كانت مجرد مسرحيه وان الطفل ده مجرد لعبه، بس جونز اكد ان ده كان طفل حقيقي وان الطقوس دي طقوس عباده الشيطان وكانت بتتعمل قبل كده في حضاره كنعان، وكان بيتم تقديم القرابين لاله اسمه مولوخ حسب كتاب التوراه. الناس زمان كانت بتقدم اطفالها قرابين للاله مولوخ، والاسم بتاعه جاي من كلمه ملك، بس بعدها ينزل كتاب التوراه على سيدنا موسى واللي يمنع الناس من العاده دي. بس برضه الصحفي مصمم ان هي لا يمكن تكون مسرحيه، لانهم برضه خلال المسرحيه دي كانوا بيحرقوا الصلبان، ودي برضه من طقوس عباده الشيطان والتقرب ليه. واستمر في البحث بتاعه، ولان مفيش حاجه اسمها وجود الاله مولوخ اصلا، يعني مش موجود في حضاره الكنعانيين والفينيقيين، مع ان اثارهم لسه موجوده لحد النهارده، بس برضه في ادله ضعيفه بتقول كده. وكانوا بيقولوا برضه ان الكلام ده كله مصدره اعداء الفينيق والكنعان، والمفروض برضه ان التمثال اللي كانوا بيقدموا اطفالهم قرابين ليه كان تمثال براس تور، واللي كان عنده طبيعه شريره جدا، واللي برضه عشان الناس تتقي شره كانوا بيقدموا اطفالهم قرابين ليه. وكان تمثال مصنوع من النحاس عباره عن انسان براس تور، وكان مادد ايده عشان يستلم بيها القرابين. الكهنه كانوا بيولعوا ايد التمثال لحد ما تحمر وتبقى شبه الجمر، والكهنه بياخدوا الطفل ويحطوه في ايد التمثال عشان الطفل يتحرق وهو عايش. حاجه مرعبه صح؟ بس برضه الطقوس غريبه عقلك ما يصدقهاش، بس للاسف ده جزء من التاريخ وموجود فعلا. في برضه بقى بعض المصادر الاغريقيه بتقول ان التمثال على هيئه طبقات او جسمه متجزأ، وكل طبقه من جسمه بيتحط فيها قربان معين، يعني الجزء الاول للحوم والتاني للخضار والفاكهه والتالت طبعا للاطفال، وبعدها يولعوا في التمثال عشان يتحرق ويحرق معاه كل القرابين. والتمثال كان بيطلع صوت ضحك مع حرق القرابين، ولازم الام تقف تتفرج على ابنها والتمثال بيحرق الطفل وما تنزلش دمعه واحده، والا هيتم رفض القربان بتاعها. والموضوع ده كان ممتد ومنتشر لحد شمال افريقيا، واللي بعض المصادر الرومانيه كانت بتقول ان اثناء حصر قرطاجه في تونس وقت ما كان بيحاصرها الرومان، واللي انتهى بمسح السكان من الوجود، السكان ضحوا باكتر من 200 طفل من اطفال العائلات الغنيه وقدموهم قرابين للتمثال مولوخ عشان يبعدوا عن نفسهم خطر الرومان. كانت العاده ان هم يجيبوا اولاد العبيد مش الناس الاغنياء، بس كان عندهم اعتقاد وقتها ان هم كده هيكونوا اقرب لهدفهم. بس زي ما قلت لك الكنعان والفينيقيين ما ذكروش اي حاجه في كتب التاريخ بتاعتهم عن الاله مولوخ، بالعكس كل الكلام عن الصنم ده كان من الاعداء، يعني وارد جدا تكون اشاعات. وبرضه الصنم ده كان على شكل طور مش بومه، والكلام برضه من غير دليل اثري بيخلي الكلام مش موثوق، بس الغريب ان الكلام ده مذكور في نص ديني، فده يخليك برضه تستغرب للموضوع. المهم ان رمز البومه ده اتشاف قبل كده مستخبي في ورقه الدولار، بس كان مصغر جدا. وفي برضه تمثال الالهه عشتار واللي كان معاها بومه برضه، والبومه كلنا عارفينها كويس عمرها ما كانت رمز للحكمه، واغلب المصريين بيعتبروا البومه رمز للتشاؤم اصلا. وفي حكايه تانية برضه عاوز اقولها لكم كده، بيتقال ان اشهر شخصيه اتجسدت في شكل بومه هي ليليث، واللي ما يعرفش ليليث تعال احكي لك الحكايه في السريع. الحكايه بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى بعد خلق ادم عليه السلام خلق انثى تانية غير حواء اسمها ليليث، وامرها بالسجود لسيدنا ادم لكنها رفضت وهربت، عشان كده اتقلبت لشكل بومه، وبقى البومه رمز للتمرد على الاله، واللي متاخد عند الماسونيين. وفي ناس لحد النهارده برضه ما بتصدقش في وجود الماسونيه، حتى لو انت مش مصدق برضه فيهم مش هتصدق بالطقوس اللي بتحصل في البستان البوهيمي. بس الفيديو بتاع أليكس جونز دليل واضح على ان في حاجه بتحصل غلط، ودي طقوس عباده شيطان. والشخصيات برضه اللي في البستان بيفتخر ان هم اعضاء للماسونيه واصحاب رتب عاليه. الموضوع غريب ومحتاج بحث شويه. كده احنا خلصنا. انت ايه رايك بقى في الكلام ده؟ هل الكلام ده كله صح وفي مؤامره وحدث غريب بيحصل جوه البستان؟ انزل قول لي رايك في الكومنتات، واكتب لي عاوز نتكلم عن ايه الحلقه الجايه، او ابعت لي على انستجرام لو عايز تسال على حاجه هرد عليك على طول. متنساش تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله. ومعلش بقى على صوتي والبهدله دي. سلام.